بقى كل ده عنده؟ مش معقول. عمري ما كنت اتوقع كده ابدا. وكمان وانا طالعة ونازلة دايما شايفاه قاعد قدام العمارة على الكرسي. بس بصراحة ما تخيلتش ابدا كده اللي انا شفته، ولا اللي انا هحكي لكم دلوقتي، ولا كمان اللي عمله. لان بصراحة اللي عرفته ده ما يتسكتش عليه ابدا. انا سلمى، متجوزة وعندي 25 سنة. بس بصراحة الراجل اللي اتجوزته مطلعش اوي في الموضوع. طلع على قد، مش زي ما انا كنت عايزاه خالص خالص. طلع حاجة تانية غير اللي كان في بالي. بس بعدين قلت لنفسي مش هو ده اللي هيعيشني، لان طبعا مش كل حاجة الفلوس. انا كان عندي حاجات تانية اهم من الفلوس بكتير، زي الحب والحنان والحنية وكمان العلاقة. وعلى فكرة ده مش حاجة عيب ابدا، بالعكس، دي حاجة الواحدة بتحبها لما يكون بتحب جوزها. وانا فعلا حبيته. يمكن يكون اول شهر حسيت ان هو ده كده العادي، وان هو ده اللي انا هكمل عمري معاه. يمكن علشان كانت حاجة جديدة عليا لسه وأول مرة وكده. لكن بعد كام مرة، وبعد تقريبا شهرين 3 من الجواز، اكتشفت ان الحقيقة مش كده خالص. وبقيت مستغربة، هو ليه دايما بيجي من شغله تعبان وقرفان ويكون عايز ينام، مع ان احنا لسه ما كملناش سنة جواز. وبصراحة انا متجوزة علشان اعف نفسي، زي ما الراجل بيتجوز برضو علشان يعف نفسه. لان معايا الموضوع من وانا لسه قبل ما اتجوز، وانا حابة الموضوع، وكان عندي زيادة شوية. وده بالنسبة لي ما كانش مشكلة، دي حاجة اللي هي عيبة ولا حرام. المهم ان انا كنت اقعد البس واعمل وحايله. كان هو كل كلامه ليا يقولي ايه يا ولية، هو انتي ما بتزهقيش؟ اقول هو ازهق ليه؟ المفروض انا اللي اقولك كده، انا اللي اقولك انت ما بتزهقش وانت ما بتشبعش. المفروض انا اللي اقعد اقولك الكلام ده، علشان المفروض انت اللي تكون مزهقني مش انا. بس الموضوع طلع بالعكس. قال لي العكس. يا ولية انت ما بتزهقيش؟ هو انا هجيبلك صحة منين؟ انا واحد طول اليوم في شغلي واقف على رجلي، وباجي تعبان وعايزة انام. ما انت عارفة ان انا مندوب، وطول اليوم واقف على رجلي وبلف هنا وهنا، وباجي هلكان وعايزة انام. قلتله طيب يا حبيبي، ما انا عارفة ان انت طول اليوم تعبان وهلكان، وانا بحاول ان انا اريحك وانسيك التعب ده، يكون ده في الاخر جزاتي ان انت تقولي هو انت ما بتشبعيش؟ طب يا سيدي ماشي، انا ما بشبعش، شوف لك حل بقى. امال احنا متجوزين ليه؟ بعدين ده احنا لسه ما كملناش حتى سنة جواز. امال بعد كده هتعمل معانا ايه؟ او هتعمل معايا ايه؟ بس هو رد عليا وقال لي هعمل ايه في ايه وليه هو انت ايه متتهديش؟ بصراحة جدا كلامه ضايقني قوي، وخلاني مش عارفة اعمل ايه. وبقينا كل يوم على نفس الحال. بس بدأ ان هو بعد كده يسايسني، اللي هو مثلا دقيقتين 3 وشكرا على كده. طب وانا هعمل ايه؟
طب ما حتى تكملي للآخر أو خليك معايا مثلا نص ساعة أو حاجة، لكن مفيش. وبصراحة كده طلعت معاه المواضيع جايبة آخرها، يعني تقريبا طلع الكلام اللي بنسمعه عنهم صح، اللي هو موضوع بسرعة بسرعة وكده. وانا بصراحة ما بحبش كده، انا بحب ان انا اكل براحتي واستمتع بالاكل براحتي. امال يعني هعيش حياتي كده وخلاص، اللي هو كل اللقمة بسرعة وانتي واقفة ونامي يلا وخلصي خلصي. طبعا ما عجبنيش الوضع ده، فقلت لنفسي خلاص، انا كل يوم بقيت اكل في نفسي من كتر التفكير. المهم ان انا قلت لنفسي خلاص انا هطلب منه الطلاق. لما لمحتله بالموضوع ده بصراحة اتعصب جدا ومد ايده عليا. طب اعمل ايه؟ قال لي عايزة تطلقي وتقولي للناس ايه؟ ان انت ما بتشبعيش وكل شوية عايزة وعايزة وعايزة. بصراحة اتكسفت جدا وسكت، وما كنتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. وبعدين انا كنت فاكرة يعني ان الدنيا عنده كبيرة شوية، لكن طلع ان بصراحة مفيش خالص. المهم ان انا خلاص زهقت منه، وقلت ان انا لازم اشوف نفسي. ايوه، انا لازم اشوف نفسي، ما انا خلاص زهقت منه. وبقيت كل يوم البس واتشيك واقوله ان انا نازلة، ما كنتش بخبي عليه. كل مرة كنت بلبس واتشيك واقوله ان انا نازلة كان يقولي انزلي لما يلاقيني زهقانة. المهم ان انا احل عن دماغه وخلاص. بقيت كل يوم البس وانزل واقعد على كافيه، يمكن عيني تيجي كده ولا كده على واحد هنا ولا هنا. ما انا خلاص كنت حاطة في دماغي حاجة ولازم ان انا اعملها، لاني ما ينفعش العيشة اللي انا عايشاها دي. مش هو مش عايز يطلقني؟ يستحمل بقى. هو كان دايما يقول اعملي اللي انت عايزاه، بس ما فيش طلاق. هتروحي تقولي لهم ايه؟ يعني زي ما تقولوا كده هو كان خايف على رجولته من كلام الناس. المهم ان انا بقيت كل يوم اروح على الكافيه، ولما الاقي الدنيا هناك مفيش كنت اغير الكافيه واروح على كافيه تاني. وطبعا كنت بكون لابسة احلى لبس وحتى ميك اب والنضارة ومظبطة نفسي على الاخر، وبقيت اعمل كل حاجة انا عايزاها واشرب واكل كل حاجة نفسي فيها. ما انا خلاص ما بقاش بيهمني اي حاجة. ما هو انا للاسف مش متجوزة راجل. لحد ما في يوم كان نايم ورحت بقوله قوم قوم، قالي في ايه؟ خير بتصحيني ليه؟ قلتله قوم بسرعة شوف الحنفية في الحمام غرقتني وبهدلت الدنيا مية. قالي طيب وانت بتصحيني ليه؟ ما تتصرفي وتشوفي اي حد ولا سباك ولا اي حد. قلتله يعني انت يا راجل مفيش فايدة فيك، مفيش اي حاجة عارف تعملها خالص، وانا يعني اللي هجري ورا السباكين والصنايعية واشوف؟ قالي طيب شوف البواب اللي تحت هو يشوف لك سباك. وفعلا ده اللي حصل. وتاني يوم اليوم اللي خرجت فيه ورحت الكافيه وانا راجعة زهقانة وجايبة اخري، لان بصراحة ملقتش حد عدل ولا اي حاجة في اي حتة. وانا راجعة لقيته قاعد على الكرسي قدام العمارة. قلتله بقولك ايه؟ قالي نعم يا مدام اموريني. قلتله ما تعرفش سباك؟ قالي ليه؟ خير في حاجة ولا ايه؟ قلتله الحنفية في الحمام فوق اي حد يفتحها تغرق الدنيا بمية. قالي طيب ممكن اشوفها؟ يعني ممكن اعرف اعملها؟ لان انا بصراحة معرفش سباكين هنا، بس لو معرفتش ان انا اعملها
هحاول اتصرفلك واشوفلك اي حد يجي يعملها. قلتله طيب تمام ماشي، وفعلا اخدته وطلعت فوق. اول ما دخلنا الشقة قلتله الحنفية عندك في الحمام اهي، روح انت شوفها كده واعملها عقبال بس ما اغير هدومي واجي من الحر والبس حاجة كده خفيفة. قالي ماشي يا مدام براحتك، وفعلا سبته في الحمام بيعملها، وانا دخلت وغيرت ولبست حاجة خفيفة كده، بحاول يعني ان انا اتبسط مع نفسي وكده. ورحت له قلتله ها عملت ايه؟ قالي ده الموضوع بسيط، هي الحكاية كلها بس الجلدة ومش الجلدة، وقعد يحكي لي يعني. قلتله طيب على العموم انا جنبك في المطبخ لو احتجت حاجة اعملها انت. قالي ماشي، وفعلا سبته ودخلت المطبخ اعمل الغدا، وهو كان شغال في الحنفية في الحمام. وانا بصراحة يعني ما سألتش فيه وما رحتلوش تاني، وقلت اعمل له كوباية شاي وخلاص. وبعدها بشوية لقيته بينادى عليا وبيقول ان هو خلاص خلصها، وانا كنت حاطة براد الشاي. وبعدين قلتله طيب استنى بس اشرب كوباية الشاي على ما اجيلك. قال لي يا مدام ما يصحش مينفعش انا هنزل. قلتله بس اسمع الكلام واقعد اشرب الشاي. وبعدين يعني مش كفاية ان انت جاي تعمل لي حاجة ودي مش شغلتك؟ يا سيدي كتر خيرك والله، اقعد بس اشرب كوباية الشاي، لان انا بصراحة مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه ولا هتصرف ازاي. ايوه، ما هي غرقتني انا كمان مية. ورفع الجلابية وكان بيعصرها كده لان هدومه كلها غرقت مية من الحنفية. وطبعا عارفين البناطيل طبعا اللي الجماعة دول بيلبسوها تحت الجلاليب بتكون عاملة ازاي. المهم ان هو بيعصر في الجلابية كده وانا بضرب بعيني شفت حاجة كده، اكيد انتوا فاهميني. بصيت كده وفكرت وقلت لنفسي هو ده اللي انا بدور عليه. المهم بعد ما لقيت المنظر كده حاولت ان انا اتكلم معاه واهزر معاه وافك الجو يعني، لانه كان بيتعامل برسمية جدا. وقعدنا وشربنا الشاي، وهو طبعا طول ما هو قاعد مش على بعضه لانه اول مرة يطلع فوق. المهم ان هو بعد شوية كلام وشوية وقت حصل اللي حصل، واكيد انتوا فاهميني. ومش هقولك انا كنت مبسوطة قد ايه، وعرفت هو ده اللي انا كنت بدور عليه. كنت بروح الكافيه واروح هنا واروح هنا، وترى اللي بدور عليه قاعد تحت البيت، وانا كل ده مش واخدة بالي. ومن ساعتها واحنا كل يوم كل ما جوزي يروح الشغل أندى عليه يطلع ويقعد معايا نشرب الشاي. وبعد كده انتوا طبعا فاهمين الباقي. وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. انا عارفة ان ده غلط وما كانش لازم ان هو يحصل، بس انا عشت حياتي كلها في حرمان، وما صدقت ان انا لقيت الحاجة اللي بحلم بيها وبتمناها. علشان كده انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه ومش عارفة اتصرف ازاي. علشان كده حكيت لكم حكايتي علشان تنصحوني وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. ولحد هنا خلصت حكاية النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم في حكاية جديدة بكرة. سلام.